تخيل كده إنك داخل مدينة كل الناس اللي فيها بتتحرك بنظام دقيق وكل واحد عنده دوره المحدد، مفيش خناقات، مفيش حد قاعد عاطل، كل حاجة ماشية بتوقيت مظبوط. لا وكمان الإنتاج عالي ومفيش أي خسائر تقريبا. غريبة مش كده؟ طب إيه رأيك لما أقولك إن المدينة دي موجودة فعلا بس سكانها مش بشر، دول نحل. النحل ده مش مجرد كائن صغير بيطير من وردة لوردة، ده فريق عمل متكامل شغال على أعلى مستوى، كأنهم شركة عالمية، بل ممكن يكونوا أكثر تنظيمًا كمان. خلّيني أحكي لك شوية حاجات هتبهرك عن النحل. أول حاجة كده، عارف إن خلية النحل مش مجرد مكان بيجمعوا فيه العسل، ده أشبه بمصنع ضخم، بس الفرق إن المصنع ده كله بيشتغل بإشارات، كأنهم فاهمين لغة سرية مثلًا. كل نحلة ليها وظيفة معينة ومحددة، وما فيش نحلة بتقول للتانية ما أنتِ اللي بتعملي. كل واحدة عارفة هي بتعمل إيه، وبتعمله بحرفية وما لهاش مثيل. أول لما النحلة بتتولد بيتم تدريبها فورًا على الدور اللي هتقوم بيه. وما تستغربش النحلة عندها برنامج تدريبي طبيعي في دماغها. في البداية بتكون عاملة تنظيف، بتشتغل على تنظيف الخلية وترتيبها، كأنها بتقول ده بيتي ولازم يكون نظيف. وبعد كده بتترقى، بتبقى ممرضة، ودي شغلانتها إنها ترعى اليرقات الصغيرة، بتديهم أكل مخصوص كأنها أم مثالية بتربي أولادها. بعد كده لما النحلة بتكبر شوية بتتحول لعمالة داخلية، بتبني الشمع اللي بيكون بيت النحل وبيخزنوا فيه العسل، يعني بتبني وبتشتغل حرفي. وأي حد شاف خلايا الشمع اللي عاملينها النحل هيلاحظ قد إيه إن الأشكال سداسية ومتقنة جدا، لدرجة إن العلماء قالوا إن الشكل ده هو أكتر شكل هندسي بيستوعب كمية كبيرة بأقل مساحة ممكنة. تخيل بقى إن النحل بيعمل كده بالفطرة، من غير ما يدخل كلية هندسة ولا أي حاجة. نيجي بقى للجزء الخارجي. لما النحلة تخرج تدور على الأكل هنا بيبدأ الشغل الجد. النحلة العاملة بتطير لمسافات بعيدة جدا عشان تجمع رحيق الزهور. طب سألت نفسك هي بتعرف المكان إزاي؟ هي بتعتبر عندها خريطة GPS طبيعية في دماغها، بتحدد بيها الاتجاهات، وبتعرف الزهرة اللي مليانة رحيق، ولما تلاقي المكان المناسب بترجع الخلية وتعمل رقصة. النحلة بتعمل حركات معينة بجسمها بتوضح للمجموعة مكان الزهرة واتجاهها والمسافة بينها وبين الخلية. يعني مش بس منظمين، دول كمان عندهم لغة خاصة بيهم. طيب خليني أقولك على حاجة أعجب كمان. الملكة. الملكة دي مش مجرد نحلة كبيرة قاعدة بتاكل عسل وبتدي أوامر، دي عندها دور خطير جدا. الملكة بتكون أم كل النحل الموجود في الخلية، وظيفتها الأساسية إنها تبيض البيض، وتبيض كميات كبيرة ورهيبة، بتوصل ل2000 بيضة في اليوم الواحد بس. بس مش أي بيض طبعا، البيض ده بيكون مبرمج على حسب احتياجات الخلية. لو الخلية محتاجة عمال أكتر البيض بيطلع عمال. لو محتاجة ملكة جديدة، الملكة بتعمل بيضة مميزة وبتديها غذاء ملكات النحل، وده أكل مختلف عن باقي النحل، بيخلي اليرقة تتحول لملكة جديدة. نيجي بقى للأمن والسلامة. الخلية فيها جهاز أمني متطور جدا اسمه النحل الحارس. دول نحلات واقفين على باب الخلية بيشوفوا مين اللي داخل ومين اللي خارج. أي دخيل سواء نحلة غريبة أو أي حشرة تانية بيتصدوا ليها فورا. ولو حاولت تقتحم يبقى لازم تواجه جيوش النحل اللي هتطلع تدافع عن بيتها بكل شراسة. ده غير إنهم كمان منظمين جدا في موضوع الموارد. لو الموسم فقير في الأزهار والرحيق، النحل بيبدأ يقلل من عدد العمال اللي بيخرجوا يدوروا على الأكل، وده عشان يحافظوا على الطاقة وما يستهلكوش الموارد على الفاضي. يعني عندهم إدارة أزمات أحسن من البشر نفسهم. أحكي لك على حاجة أخيرة تخليك تندهش أكتر. عارف إن النحل مش بيشتغل لمصلحته بس؟ النحل لما بيجمع الرحيق بيساهم في تلقيح الزهور، وده اللي بيخلي النباتات تنتج ثمار وأزهار جديدة. يعني النحل مش بس بينتج العسل، ده كمان بيساهم في استمرارية الحياة على كوكب الأرض. تخيل لو النحل اختفى، العلماء بيقولوا إن الزراعة نفسها ممكن تنهار، وده هيأثر على كل حاجة، من الأكل لحد البيئة. فكر كده في كل اللي بيعمله النحل وشوف قد إيه الكائن الصغير ده منظم وشاطر، وكأن عنده عقل بشري أو حتى أفضل. المرة الجاية لما تشوف نحلة ما تخافش منها، قول لنفسك دي عاملة شغل عظيم جدا. لو عجبك الكلام اعمل لايك، ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه في التعليقات. سلام وأشوفكم في الحلقة الجاية.